يا مساء الفل على عيونكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى الفيديو عايزه اقول لكم انه مختلف اختلاف تام وممتع جدا 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 جدا. النهارده جوله في شوارع اسكندريه، في احلى جو الشتاء الجميل ده اللي احنا عارفينه. زي ما انتوا شايفين ده شارع فؤاد وداخلين كده هو رايحين على فين؟ إذ بالذي قلنا نجيبوا ايه؟ الكتب الخارجية للآنسة رودينا، فقالوا في اللي هي الصياد، مكتبة الصياد اللي في محطة مصر. ده كل ده طبعا شارع فؤاد ومكان المحافظة القديمة. طبعا أنا مسرعة في الفيديو جدا علشان خاطر ما يبقاش طويل عليكم، بس في حتت فيها ايه واخدها بالراحة عشان تشوفوا اسكندرية بقى وجمالها. هنا النبي دانيال، بس لسه هنرجع بقى النبي دانيال ايه على الهدوء بقى، يعني ناخدوه كده ايه واحدة واحدة. فرحت علشان اشتري الكتب الخارجية من هناك. طبعا مكتبة الصياد اللي في اسكندرية، الناس اللي في اسكندرانيين يعني عارفين ان مكتبة الصياد ديت اللي هي مكان مسرح الحبايب، ودي المكتبة القديمة اهي اهو اللي هي عند سنترال محطة مصر. وقيس بالذي يا ولاد قلنا بقى نخش نشوف تجديدات محطة مصر الجديدة، ايه نظامها، يعني الدنيا عاملة ازاي معاها والدنيا ماشية ازاي وكده. فطبعا هنا نقطة شرطة الشهداء اللي هو نقطة العطارين، تمام. سنترال محطة مصر، الله يرحمك ابويا كان بيشتغل هنا، اللي هي دلوقتي بقت الشركة المصرية للاتصالات، من زمان وهي بقت الشركة المصرية للاتصالات. وبعد كده قيس بالذي يا ولاد الاقي حاجة اسمها ايه؟ سوق محطة مصر، اللي هو ده سوق محطة مصر. ايه ده؟ ايه ده يعني؟ ايه المناظر دي؟ وسور بقى، بصوا انتوا شايفين السور اللي جاي ده كله. وهنا بقى المحطة اللي اتقسمت الموقف اتقسم في حتت كده معينة. يعني مثلا اللي عند السنترال ده موقف العجمي والهانوفيل والبطاش، مع انه ده كان في حتة تانية جنب السنترال من الناحية التانية. السور ده كله هم صوروا بقى ايه، يعني عملوا السور دوت لل خط الترام اللي هو الاصفر ده، اللي هو بياخدك مثلا من الورديان اللي جاي مثلا من الماكس، اللي جاي من الماكس او الورديان، بيخش هنا هوت وبيعدي على محطة مصر ويكمل على محرم بيه والنزهة والحاجات دي، تمام. بصوا هنا برضو نفس الكلام، عملوا سور للجنينة. فالسور ده انا كنت متخيلاه بقى سور ده يعني السور ده انا ما شفتهوش قبل كده. اتاريه بصوا اهو مصورين السور، عاملين السور كده، بصوا عاملين حتى من جوه دورين للمحلات، دور ارضي ودور فوق ودور فوق. وهنا بقى بتوع الشنط والنتائج النتيجة والكلام ده. دخلنا من شارع جانبي كده لان برضو حبينا ان احنا نخش من الناحية التانية. هنا حاجات الكريسماس برضو بتتباع، والناس بيبيعوا حاجات، يعني الطرطور بالوش ب7.5 الواحد، فحلو برضو مش وحش. هنا القهاوي ديت خدت من الناس رقات ورقات. كانت القهاوي اللي زي ديت بتشغل الفيلم الهندي وتقعد فيه مثلا، الناس تفضل قاعدة 3-4 ساعات قدام على القهوة، وشغالين بقى مشروبات واكل وشرب. فالقهاوي دي برضو من التراث بتاع اسكندرية، يعني القهاوي اللي في الشارع الداخلية عند المدهش بتاع الكشري، ده برضو ليه رونق تاني. يعني دول القهاوي دي معروفة من زمان، وممكن تلاقوا الناس دي ما بتقومش، يعني الناس دي موجودة، تمام. هنا زي ما انتوا شايفين اهوت 3 ادوار برضو. بص هنا بقى بالراحة كده اللي ايه، هنا حاطين كل اللي هو على خط الترام، حاطين يمين وشمال المحلات بتاعت الشوزات الشنط، وعاملين دور لفوق برضو علشان زي سنتر كده للبيع. فالموضوع منظم جدا جدا وحلو قوي. انا عجبني، انا عن نفسي الوضع عجبني جدا 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 بصراحة، تقسيمة حلوة. وهنا محل بتاع سليبرات يعني عفوا الشوزات والشباشب، يعني اسعار فيه حلوة قوي على فكرة والله العظيم، مش عشان حاجة. يعني مثلا الحاجات اللي هي الباني دي، والحاجات اللي هي اللكاليك دي بتاعت الولاد، الواحد مثلا عامل 100 جنيه. فحلو. الكروكسات هناك برضو اسعارها جميلة، السيليكون ب75 ومش عارف ايه. طبعا مش الكروكسات اللي هي بتتباع ب4000 و2000 يعني. هنا بقى مستشفى احمد ماهر،
عايزه اقول لكم المستشفى دي ما كانتش بتبان من السوق. يعني انا واحده كنت ساكنه في الورديان، وعشان نيجي الحته دي ما كن العربيه اللي بنبقى راكبينها او المشروع اللي بنبقى راكبينه ما بيعديش اصلا يعني. فاهمني؟ اللي هو بنفضل واقفين عشان سوق يمين وشمال والشارع ضيق. دلوقتي هي بانت. هنا برضو في ناس كتير بصوا واخدين محلات وحاجات علشان يعملوا يفتحوها محل ملابس. اللي عنده اي سبوبة يشتغل فيها، بصوا كلها محلات منظمينها جدا جدا، حاجة تحفة. اللي على الشمال ده بقى انا كنت شايفاه من زمان، من بعيد، مكتوب عليه سوق محطة مصر. فانا مش في دماغي ايه سوق محطة مصر، يعني ممكن يكون بس كده ايه، اشارة بس للعلن. يعني اتاري ان جوه سوق. تعالوا معايا وبصوا شوفوا الجمال. اتاري جوه سوق. انا دخلت، انا فوجئت ايه ده، محلات 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 محلات، الا خضري، الا بتاع فراخ، الا في جزء اللي بتوع السمك يعني هنشوفوه دلوقتي، الا بتاع الفاكهة، العطار. يعني مخلين الخضرية، العطارين، الفكهاني، البتاع دوت اللي هو ادوات منزلية، اللي هو كأنك في سوق. انتي في سوق اهو. بصوا، والحاجات المحلات المجمدة. بصي هنا شيخ العطارين، انا دخلت له برضو، بسم الله ما شاء الله، حاجة يعني جميلة. يعني بصوا العطارين عاملة ازاي، ايه ده. حتى انا كنت بسأله على منفعة، قال لي ان شاء الله هجيبها، كل حاجة انتوا عايزينها هجيبها. وبيقول لي انا بطحن وانا واقف، يعني وانتي واقفة تاخدي الحاجة مطحونة. طبعا ما كنتش عارفة اصور براحتي قوي، لان انتي ما تضمنيش الناس اللي حواليك ممكن تتضايق او حاجة زي كده. فاللي هو ماسكاه وجايبه لكم السقف شوية. بس دلوقتي هعدل لكم الكادر ما تقلقوش. هنا بص فكهاني، مقسمينها بصراحة تحفة تحفة. أنا ما شفتش في الجمال ده. حاجات صابون، حاجات صابون، عاملين الممر ده للفاكهة وللحاجات دي، للعطارين والحاجات اللي هي الناشفة، رودينا. والله ما شفتش أنا المحل اللي اسمه رودينا. وبعد كده عاملين ممر تاني بقى هنشوفه دلوقتي مع بعض. الممر دوت للسمك واللحمة والفراخ، اللي هو الزفر، اللي هو ايه، ده حاجة وده حاجة. تمام؟ انتي بتبقي ماشية، ده حاجة وده حاجة. بصوا هنا الارض اصلا عاملة ازاي، يعني مفيش شتاء وبقى ومفيش طينة ومفيش حاجة تبقي ماشية مش عارفة. بص هنا بتوع السمك، وهنا برضو السمك جميل جميل، نظافة بصراحة وتقسيم. انا فرحت بيه جدا 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 فوق ما تتخيلوا، بجد والله العظيم. اللي هو انتي في سنتر، انتي في مول، بس اسمه مول محطة مصر، سوق لا هو مول. وبص الارض، انا بقيت اصور لكم الارض من نظافتها وجمالها. وبصوا في واحد برضو الله يعني ربنا يديله الصحة، عامل نظافة، رايح جاي ينظف ويشيل لو في اي حاجة. حاجة تحفة جدا بصراحة، يعني شابوه يعني التقسيمة الحلوة دي. دخلت بقى النبي دانيال. والنبي دانيال ده يعني ايه النبي دانيال؟ النبي دانيال الحتة اللي فيها الكتب، الحتة اللي الناس صحابات المزاج بيحبوا يروحوها. تمام؟ فيها كتب خارجية على فكرة بتتباع، وفيها كل حاجة تتخيليها، لدرجة ان في ناس بيبيعوا الكتب بتاعة المدرسة. يعني في امهات بتروح تقولك ايه، ما ندفعش الهدوم فلوس المدرسة ونروح نجيبها منين؟ من النبي دانيال. غالبا انا ما جربتش، بس سمعت انه يقولك الكتاب الواحد مش عارفة ب30-40 جنيه. بس الله اعلم ده حلو ووحش، الله اعلم. يعني ما اقدرش ان انا اقول ايه، ان يعني اجزم ان الحاجة حلوة. بس مليان حاجات تحفة، ومليان كتب ومليان نسخ انت ممكن ما تكونيش لاقيها في حتة. وساعات على فكرة بتبقى فيها نسخ مقطعة. يعني انا والدي الله يرحمه عنده مكتبة كبيرة قوي، وبقت لاخويا دلوقتي، ربنا يديله العمر والصحة يا رب. في كتب بشوفها عند اخويا دلوقتي متقطعة بقى ومبهدلة. ابويا كان بيشتري الحاجة ديت لان دي النسخة اللي موجودة. تمام؟ ف النبي دانيال حلاوته في ان انت اي حاجه تشتريها. وطبعا لقيت حد بيبيع حاجات ادوات منزليه، فغصبا عني يا جماعه ما اقدرش لازم اقف ابص كده. قعدت ابص هنا وابص هنا، لازم ابقى مروحه مرضيه بحاجه. تمام؟ كملنا بقى شارع النبي دانيال برضو مليان الناس اللي بتبيع الجواكت اللي هي البومب الكبيره ديت، والله حاجات اسعارها حلوه مش وحشه على الظروف اللي احنا فيها دي. حلو، مش يعني معقوله. بتاع بخور. هنا بقى بتوع كتب الخارجية، وفي كتب مستعملة. في ناس بتشتري كتب مستعملة خارجية مفيش مشكلة وبتستعملها.
اللي عايز يوصل بيوصل. كتب بقى انجليزي، فرنساوي، كل الكتب اللي انت تتخيليها. هنا كنا بنشوف برضو كتب لكي جي 1، بس لقينا ان احنا هنحمل على ياسين يعني. لا، طب ما احنا عندنا حاجات، وايه الف ب هو عدى المرحلة دي. بصوا دي كتب خارجية لجميع السنوات، وفيها حاجات فيها قديمة. يعني اللي بيبقى مستغني عن كتاب ويروح يبيعه هناك ياخدوه ويقول لك العيال بتذاكر. العيال بتذاكر، كل حاجة بتعدي، كل حاجة بتمشي. يعني قصدي ان اللي يعيش على يعني في ناس بتعيش على البساطة. ربنا يكرمنا جميعا يا رب. ف كتب النبي دانيال معروفة الجزء دوت. الناس دي بيبقى عندها كنوز 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 مش موجودة. انت ممكن تلاقي هنا كتب ما تلاقيهاش بره. يعني بصوا هنا: نزار قباني، الشوقيات، امل دنجل، احمد خالد احمد خالد توفيق. بصوا هنا هوت منزل التعويذة احببت وغدا. يعني بصوا حاجات كده، انت ممكن تقولي الحاجات دي فين؟ يعني احنا مش بنلاقيها ليه؟ فالحاجات دي بتبقى نعمة حلوة وجميلة. وهنا حاجات تدريبات للأطفال ورسومات. فده كان الفيديو بتاعي النهاردة. الحروف العربية هي كل حاجة هتلاقيها. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. بجد شكرا جدا لكل حد ساهم في الإنجاز للبلد وطلع حاجة حلوة، وأشوفكم على خير.